هذه قنطرة قرطبة اللي تشوفونها، الله أكبر. بناها السمح بن مالك الخولاني عام 101 هجري بأمر عمر بن عبد العزيز، كان والي على أندلس يا السمح. الله، وين شغل الجامع هناك، بنروح له بعد شوي. هذه طولها تقريبا 400 متر، 400 متر وعرضها حول 40. عشان ايش؟ عشان يعبرون ويروحون إلى قرطبة على نهر الوادي الكبير. هذا الحين لا عاد لا نهر ولا وادي ولا رجال ولا، خلاص الله الخيرة، دلوا الوادي كلهم دلوا الوادي. يقول ابن عطية الأندلسي، يقول ب4 فاقة الأمصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وجامعها، هاتان 2 والزهراء 3 والعلم أعظم شيء وهو رابعها. نعم، والحين إن شاء الله ندخل الجامع ونوافيكم بأدق التفاصيل. نعم، هذا جامع قرطبة العظيم، لا إله إلا الله، الملك لمن الملك له. هذا كان في يوم من الأيام ثاني أكبر مسجد في العالم. شوفوا القناديل بالله، هذه سووها المسلمين عشان الإضاءات الليلية. تقريبا أكثر من 4700 قنديل في المسجد كله. لاحظوا وش حطوا عليه، شوف حطوا الصليب، شوف هنا شوف. الله المستعان، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقص وصلبان، لا إله إلا الله. هذا المسجد العظيم بناه عبد الرحمن الداخل عام أو لما جاء قرطبة عام 138، واستمر يصلي فيه المسلمون 500 سنة تقريبا، إلى أن طاح في قبضة النصارى عام 633. شوف كيف عاثوا به، شوف بنوه هنا، والله إنه ما يسوى ريال. بالله هذا بناء هذا هو، أنا شوف والله ما كنا عدي به البناء المخيس هذا. اللي يقلعكم الألوان، شوف الفن هنا، شوف الفن والعمارة والعظمة. الله أكبر، من مهندسين ومن عقول. باقي بوديكم المحراب، لا إله إلا الله. شعور غريب يا أخوان. شوف شوفوا الإضاءات حقت القناديل، شوفوا الفن، شوفوا يا الربع، لا انتوا تشوفون. وهذا يا اخوان المحراب العظيم. والله لو ودك تصلي فيه عمرك كله كذا، تقعد تصلي بس. ما شاء الله، لا إله إلا الله، الملك لمن الملك له. الله من عظم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، لا إله إلا الله. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. والله ما تبكي مسكينة، والله نسمعها. شوفوا العظمة والفن والارتفاع. والله المسلمين ما لهم وصف في الأرض كلها ما لهم وصف. أنا ما لقيت الموصف مرة. الله الخيرة، الله الخيرة. Keep silence, please. Thank you. حرم عظيم وكبير. شوف حطوا فيه معرضين، الله يقلعكم يقلع اشكالكم، من سستر ولا من غير. بالله شوفوا الفن. انت شفتوا الفن؟ اديكم عند
شغل سكون ذولي. الله يكون اجيب اثنين يسوون مثله، شغل عادي جدا، ما في اي ابهار ما في ابدا، ولا ارتفاع ولا شيء. والله ما اكون اجيبها في محل شاي بخار، هذه ما اكون اجيب هذه ايش المخا. شوف المسلمين وراء، شوف ورانا، شوف الفن كيف. خلاص ذا قال خلي عوض. والله يا الصليبي كنا في قلبي، هذا الصليب ليش يحطونه طيب؟ نسيت اوريكم حاجة، شوف الطيقتي، شوفوا الفن كيف سواه المسلمين عشان تدخل الشمس منها بمقدار. هذه في النهار والقناديل تياك في الليل، شغل مرتب. والله ودك تصلي دق ركعتين هنا. لما جيت ادخل قالت لي اللي عند الباب، قالت انت مسلم؟ قلت سبيك انجلش. قالت انت مسلم؟ طيب سبيك انجلش. اثرت ما تقول مسلم، تقول مسلمو او شيء زي كذا يعني. قلت ايوه. قالت لا تصلي كذا بنفيخ، لا تصلي جوا. قلت درت من مواري وجهي، درت ان هذا بيصلي. قلت خلاص. قالت لا تصلي مرة ثانية، ويدها في سلاح في خاصرتها كذا ما التزمه، لا تصلي. قلت خلاص طيب. قالت لا تصلي 3 مرات، تفهم ولا ما تفهم؟ الله يقدر هذا. قال خالي عوض حاقد علي وعلى المسلمين بشكل عام. سبحان الله بحمد قال عمر غرام. هذه أطلال وآثار مدينة الزهراء. هذه بناها الناصر لدين الله عام 325. هذا الناصر حكم 50 سنة، قعد 50 سنة في هذا المكان، في هذه الإطلال وهذا الفن. 50 سنة حكم، من 300 إلى 350 سنة، وقعد يبنيها تقريبا أكثر من 16 سنة وهي يبني فيها، وكملها الحكم المستنصر ولده. طبعا ما اكتشفوا منها تقريبا إلا أقل من 10%، اللي اكتشفوا اللي تشوف هذه الآثار ما اكتشفوا شيء. يقول عنها الذهبي المدينة ذي كانت من عجائب الدنيا، ولم يبنى في الإسلام مثلها، لم يبنى في الإسلام مثل مدينة الزهراء. كانت لؤلؤة، شيء مهول مهيب. في غرف هنا كثير يا الربع، كثير جدا جدا. عنده يمكن أكثر من 12,000 خادم يخدم بس مدينة الزهراء. الله الخير. طبعا راح المنصور بن أبي عامر كان معجب فيها جدا، فراح بنى الزاهرة يبغى ياكله، لكنها انطمرت وانتهينا. الله الله. ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيدي البلا نهب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب. الله يرحم عظام من بنوك. ايه يلا التذاكر، ادخل بالتذاكر والفلوس من ظهور المسلمين كلها. 50 سنة بينهم فيها، وفي الأخير التذاكر ياخذونها الأسباب. يلا حال الدنيا. والله الناصر إنه كان فعل لها ما شاء الله. والله ما قاعدين هنا. شوف هنا في آثار أطلال بعد، شوف. بس ما دروا فين بنوا المسلمين، والله ما دروا، ما شافوا الذي ولا هم مسموح لي. تخيلوا راح اشوفها ما مسموح. قال والله ما تروح، وانا ابوي هو جدي اللي بنوها. شوف قفلوا علي هنا، قال الله ما تروح. حكم القوي على الضعيف، وش اسوي طيب؟ هنا ايضا البشريه كلها يجون يشوفون ما صنع ابائي واجدادي
أولئك آبائي فجئني بمثلهم. De ponerlo nervioso, ya que cuando el pobre entraba solo, pues estaban ya ahí todos mirando. Como les decía, el salón rico estaba todo lleno de oro, de piedras preciosas. والآن نروح بكم إلى نصب العشاق، نصب ولادة وبن زيدون. طبعا معلومات على السريع كذا، هذا خلفه الحي اليهودي في قرطبة معروف، وهناك تشوفون المئذنة، كانت مئذنة عبد الرحمن الناصر طولها حول 56 متر، لأن حتى الكاتدرائية اللي زرناها جامع قرطبة هناك. وبين هذا السور وهذيك المئذنة دار الحكم الخلافة كانت هنا، وهنا حق فرناندو الثالث ملك قشتالة هذا. نعم. طيب نروح ذا الحين إلى النصب. طبعا سووا النصب هذا عام 1971 لعلكم تشوفون التاريخ هنا. 1971 مات بن زيدون عام 1071، فالذكرى المئوية التاسعة قاموا سووا هذا النصب، جدار رخامي ويد ولاده بن زيدون هنا. ومكتوب هنا: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. ولاده طبعا ينسب إلى ولاده وإلى حفصة الأندلسية وإلى غيرهم، قيل أنها أبيات يعني أندلسية شائعة، يعني بعيدة أنها تكون إلى ولاده. وحطوا هنا رد بن زيدون: يا من غدوت به في الناس مشتهرا، قلبي يقاسي عليك الهم والفكر، إن غبت لم ألق إنسانا يؤانسني، وإن حضرت فكل الناس قد حضر. ما في الألف، أخفوا حرف الألف. ابن زيدون وولاده. ابن زيدون هذا شاعر من بني مخزوم، ورجال ووزير وشخصية وعليه الكلام. ولاده أبوها الخليفة المستكفي، وجدها رأسا عبد الرحمن الداخل، فهي قرشية. أمها جارية إسبانية يقال لها سكرى، ورثت من سكرى الجمال والشعر الأشقر والعيون الزرق من أمها. كان عندها مجلس تستضيف الأدباء والشعراء، كان من ضمن روادها بن زيدون، فعجبت به واعجب بها، فقالت له: ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت الليل أكتم للسر، وبمنك لو كان بالشمس لم تلح، وبالبدر لم يطلع، وبالنجم لم يسري. اشترت العلاقة اللي بينهم، صار يحبون بعض، وقال لك وكذا. وكان في جارية عند ولاده اسمها عتبة جميلة، فكانت تغني، فقال بن زيدون: عيدي غني مرة ثانية. فكأنها حقدت، غارت، فتقول: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله وجنحت للغصن الذي لم يثمر، ولقد علمت بأنني بدر السماء لكن ولعت لشقوتي بالمشتري. أيضا دخل بينهم الحساد، هذه العلاقة بدأت تتوتر، دخل بينهم الحساد، من ضمنهم ابن عبدوس. بن عبدوس هذا كذلك كان وزير ورجل له مكانة، فبن عبدوس فوق انه وزير وكذا كان صديق لبن زيدون، فدخل على الخط في حب ولاده. فقال بن زيدون: ضادية من أشهر الضاديات في التاريخ، عند العرب ولا غير العرب؟ لا، غير العرب ما عندهم ضاد، بس عندنا احنا. يشد ويرخي فيها. قال: أثرته زبر الشراء إذ ربض، ونبهته إذ هدى فاغتمض، وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض، حذاري حذاري فإن الكريم إذا سيم خصفا أبى فامتعض، فإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعض،
وإن الكواكب لا تستزل وإن المقادير لا تعترض. أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتريب المنى ينقبض. أبا عامر أين ذاك الوفاء؟ هو بن عبدوس أبو عامر يقول: أبا عامر أين ذاك الوفاء إذ الدهر وسنان والعيش غض؟ وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترض؟ ولولا اختصاصك لم ألتفت لحاليك من صحة أو مرض، ولا عادني من سرور وفاء ولا نالني لجفاء مضض. هين يقول غرك من عهد ولادة سراب تراءى وبرق ومض، هي الماء يأبى على قابض ويمنع زبدته من مخض. يقول مثل الماء ما تلزم. يقول لما يقول ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته رجل الأصابع. يقول من لزمت لي أنا خل باقي تلزم لك، وأنا شيخ وراس قوم عليك خل أنت ما جمعت ولا حتى منها. وبعدين زودوا عليه في الكلام وتراعات معها ويطلع ويجي عشان تكون في الصورة بس. قال: أكرم بولادة ذخرا لمدخر لو فرقت بين بيطار وعطار. قالوا أبو عامر أضحى يلم بها، قلت الفراشة قد تدنو من النار. عيرتمونا بأن قد صار يخلفنا في من نحب وما في ذاك من عاري. أكل شهي أصبنا من أطايبه بعضا وبعضا صفحنا عنه للفاري. صفحنا. قالت ولاد أنا أكل آدمية شحم ولحم صرت أكل؟ قال ذاك وزير ومحسوب في الحكومة وفي الدولة لفتني فار رديتني فار. قعدوا وراه وشوبه عند يعني الحساد وكذا عند الجهور اللي كانوا يحكمون قرطبة، وقالوا انه مع المعتضد تراه ضدك الين سجنوا. بعدين طلع من السجن فيقول: ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك، يا أخ البدر سناء وسنا حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. بعدين راح عند المعتضد بن عباد في أشبيلية، ومن هناك انقطع الرجاء في التواصل مع ولاده. تمكن الحساد فقال نونية من أبدع ما يكون في الأدب العربي، والحقيقة أنها مبكية يعني. يقول: أضحت تنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب اللقيان تجافينا. غيظ العدا الحسد بن عبدوس أشكاله، غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينا. وقد نكون وما يخشى تفرقنا فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيض ليالينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا. إليك مني سلام الله ما بقيت صبابة بك نخفيها فتخفينا. الآن ندخل إلى قصر المعتمد بن عباد. طبعا يقال لها الآن قصر أشبيلية، لكن لن نعترف إلا بقصر المعتمد بن عباد. غريبة. فقال عبد الرحمن الداخل: نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. بسم الله وعلى بركة الله. الله يقلعكم ناسيني ما كويسين. طبعا هذا مدرج في اليونسكو كموقع للتراث، وحتى الأمن مشدد هنا ويطلبونك الجواز وحتى أغراضك تدخل للتفتيش، يعني ما هو مثل أي موقع ثاني دخلنا. طبعا هذه بالمناسبة هذه مثلا وهذه مجددة، طبعا أكثر من نصف القصر مجدد، لكن اللي عليه الكلام والرجال اللي كان عليهم الكلام في هذا وحتى النساء اللي كان عليهم الكلام يعني هنا في هذا القصر. طبعا يقولون ان الملك اسبانيا الاول ابوه هذا الموجود هذا اللي تنازل اخوان كارلوس، يقولون يجي هنا اشبيليه، اذا جاء اشبيليه ما يجي الا في القصر هذا، ما يعد الا فيه. يقول ابغى قصر المعتمد. الملك لمن الملك له. وايضا هذا اقدم قصر ملكي لا زال يعني مأهول ويسكن وكذا في اوروبا وقيل في العالم كله. اسمعوا نواقيس وصلبان نعوذ بالله. طيب ندخل الآن إن شاء الله، وكذلك نسوي قرقر على قولة أخواننا البنغالية.
طيب ندخل. هذه كلها مرممة مجددة. شوفوا الكتابات هنا، أعتقد محاكاة لما كان عليه المسلمون. شوفين خربوا، الله يخرب وجيه. شو مكتوب؟ ايش؟ ريتا أرسا مراش. والله على قولة سعيد الغرابي خريط سريط والله. طيب نروح للمكان اللي كانت اعتماد بناتها يلعبون في الطين. أيوة هذا هو المكان، هنا تعبثوا الطين في المكان هذا. الله يقدركم أكثر الناس ذولين. شوفوا كيف هذه والله ما بتخلينا نهرج، مشكلة كذا. اعتماد الرميكية قامت من أحد الطيق هذه، من أحد الشرف، وتبدي على البسطاء والدرويش ولهم يلعبون في الطين. قالت أبغى ألعب مثلهم. قال لا والله لا أجيبهم إلى عندك. راح أخذ المسك والكافور والكاديم والورد وكل شيء وخلطها في المكان هذا تقريبا. هنا أعتقد أنه في المكان هذا حسب يعني الدراسات. قال يلا عدي فيها أنت وبلانات، وعدوا فيها يتلاعبون يتعبثون. زعلت أحد الأيام قال ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الطين، يوم الطين. ثم بعدين دارت الدنيا اللي راح فيها أغمات في السجن. زاروا هالبنات اللي كانوا يلعبون في الطين حافيات. يقول برزنا نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا. من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لا إله إلا الله. وتدور الدنيا كذلك. ما هو بس أحد أحفاده شافها أبو بكر بن اللبانة، يقال له فخر الدولة. هذا فخر الدولة والله إنه في محل صياغة ينفخ على الفحم، يشب نار ينفخ على الفحم، ينفخ على الفحم. فبكى أبو بكر بن اللبانة وكان صاحب وفاء، ويجمع الفحم بيده. أنت فخر الدولة وينفخ. قال يد عهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل ثريا أن تكون فما. يا صائغا كانت الدنيا تصاغ له حليا وكان عليه الحلي منتظما. للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول رأيناك فيه تنفخ الفحم. وددت إذ نظرت عيني إليك به لو أن عيني تشكو قبل ذاك عما. لا إله إلا الله. ما أتفه الدنيا. طبعا هذا البهو يقال له بهو الوصيفات أو ساحة الوصيفات. طبعا مجدد فيه كثير منه، كان أجمل من كذا بكثير، لكن روح بكم لشيء أعظم منه. قاعة السفراء. قاعة السفراء هنا قبة لا إله إلا الله. والله إن هناك ما اللي تلفت فيها لو تقعد رقبتك ساعة معلقة من فوق. شيء خربتوا شغل المسلمين قلعكم الله. قلع الله يقلعك. هذه قاعة السفراء، هذه قاعة السفراء. شوف القبة بالله. الله أكبر الله أكبر من شغل. والله التصوير يظلمها، التصوير يظلم ما أرى. شوف الشرفة هناك كيف. هنا يجتمع الشعراء والسفراء ورجال عليهم كلام. لا هذه ما هي عليها الكلام هذه. الله 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 الله. شوف زيد شرفة هناك. شوف النقش بالله. شوف الفرق.
اعتقد ان لا، ايش مكتوب هناك؟ شوف هذا نطلع لسانه، هذا ما هو بحن اللي سويناه، ما هو بحن ذا سويناه، والذنب ذا ما هو شغلنا ذا. طيب نخرج إلى مكان آخر. خربوا مخربين. شوف الشرف حقت عدماد البنات، هنا البنات كانوا ساكنات الله يرحمهم. يا الفن. قالوا والله الغرب ذول يندعسوا، قالوا شو الفن هذا؟ أنا أشوف الدعاس في عيونهم، ما هم مصدقين طول. طيب نروح نشوف المكان الثاني هذاك. هذا وش بعد ذا؟ عودنا في الكلاب. والذيل بوذيل، صدرنا بوذيل. هذه الشغل هذا اللي بريال ونص ذا ما هو حقنا طبعا بلا شك. يبغون يحكون شغل المسلمين في الحدائق هذا جاء من كوريا ما ادري من اليابان يشوف شغلنا. الصورة تتحدث على قولة الإعلاميين. ذهب المعتمد وترك هذا وأمثال هذا وراءه. ورث نفسه، يقول قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي، بالحلم بالعلم بالنعمى إذ اتصلت بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي. نعم هو الحق وافاني به قدر من السماء فوافاني لميعادي، ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أعوادي. ما يدوم إلا وجه الله. طبعا هذا القصر يقولون له قصر المورق، يقولون القصر المبارك، المهم لكن هو قصر المعتمد على كل حال. وهذه مأذنة إشبيلية، معلم كبير جدا، برج هايل تشوفه من كل مكان. هذا طبعا جنب قصر المعتمد. هذا كان مأذن الجامع بالمناسبة، بناه السلطان الموحد يعقوب المنصور أبو يوسف، ولما طاحت إشبيلية في يد فرناندو الثالث من القشتالة حوله إلى برج للنواقيس. الآن برج للنواقيس هو، وهو هذه صارت كاتدرائية مشهورة جدا
من أكبر الكاتدرائيات أظن في العالم بعد، ضخمة ضخمة جدا. يقولون أن عظام كريستوفر كولومبوس مستكشف الأمريكيتين أنه موجود هنا، أثره مدفون هنا، كان مدفون المنطقة دي. نعم، هذه كذلك معلومة يعني ميدان إشبيلية. تشوفون النهر ذاك، هذا اسمه نهر الوادي الكبير، تمام؟ هنا في شيء اسمه برج الذهب، برج ضخم. قيل سمي برج الذهب لأنه مغطى بقرميد ذهب فوق هناك. أبى أصوره بعد شوي إن شاء الله يكون تصوير أوضح. وقيل كان مغطى هو بالذهب، يعني صابغينه بالذهب. هذا بناه السلطان الموحدي أبو العلاء إدريس الكبير. ليش بناه؟ كان في هجمات على إشبيلية من طريق فرناندو الثالث من القشتالة. وش سوى؟ راح بنى ذا، وبنى واحد مثله على الضفة الأخرى من النهر، وربط بينها بسلسلة. جاء في أحد هجماته البربرية أنت فرناندو الثالث ما قدر يخترق إشبيلية، لكن الثاني ذاك طبعا اختفى في ظروف غامضة، ما عاد له وجود على أرض الواقع، انتهى، ما عاد باقي إلا ذا. ومعلم ويطل على إشبيلية، هو حصن حصين، حصن حصين. الحين صار متحف، الأمور المتعلقة بالبحر والبحارة. بندخل إن شاء الله ونوريكم بعض محتوياته. نعم، طبعا هنا من على نقطة تصوير. طبعا دخلت جوا ما صورت، ليش؟ كاتبين ان بنوا الاسبان لضد هجمات الفايكنج، فانا ضد تزييف الحقائق، فقلت والله ما اصور شيء. هلا يقدر ابن قال خالي عمر. أمجادهم غنى بها الورق صداح مع أهل المسحوب وأهل الهجني بقيادة الليل أمجادهم غنى بها الورق صداح مع أهل المسحوب وأهل الهجني بقيادة الليل هنا ساحة باب الرملة. ساحة باب الرملة، ما الذي حدث هنا؟ هنا أحرق أكثر من 1,000,000 كتاب. الحقد والحسد والعالم الحقودة والحسودة، إذا قال مالك أبو لبن، أحرقوا هنا أكثر من 1,000,000 كتاب بعد ما سقط المسلمون. ما سقطوا، سقطت الحضارة يعني، إن شاء الله باقي ترجع بعدين. هذه المحرقة، هذا المكان هو المحرقة. 1,000,000 كتاب، ما هو بس إسلامي، 1,000,000 كتاب علمي وإنساني. يقول أحد علمائهم: ما الذي سوف يحدث في العالم لو لم تحرق الكتب هنا؟ كان سوف يتغير وجه العالم. هل تعلم أنهم استثنوا بعض الكتب الفيزيائية والكيميائية والعلمية وأرسلوها إلى طليطلة ترجمة أولية؟ هناك كان ألفونسو العاشر إحدى أحفاد ألفونسو السادس، ثم بعدين نقلت إلى جامعة مونبيليه في فرنسا، ومن هناك بدأ عصر النهضة. معروف أن عصر الأنوار بدأ من فرنسا بسبب الكتب الإسلامية التي خرجت من هنا. فتخيل استثنوا 5-6 كتب إلى 300 كتاب إلى حولها. تخيل لو بقيت 1,000,000 كتاب هذه، ما الذي سوف يحدث في العالم؟ والله إن كنت سافر ذا الحين كذا أطير أنا لحالي كذا، ما فيها أي مساعدة، يعني من العلم اللي كانوا يوصلوا له الناس. كانوا غارقين الناس في الجهل. 10 كتب خرجت من هنا صنعت عصر النهضة. ترى حقيقة الكلام، أنا ما أمزح. ابحثوا عن ساحة باب الرملة وكيف بدأت النهضة هناك، وما دور الكتب التي خرجت من هنا. ساحة باب الرملة. هناك يعلمهم، يقول ترى هنا ما حرقنا شيء. لا أنكم حرقتوا، الله يقدرك. ذا قال خالي عوض، كل شيء حرقتوه. نحن الآن في جنات العريف. والله هوا نقي، هوا نقي جدا جدا. في طيب جنات العريف ومائها في الفل في الريحان في الكباد. المشكلة يا شرب، المشكلة ان التصوير اخاف انها
أظني عدتها 30 مرة إني أظلم، وأنا صادق والله. وش أسوي طيب؟ هذه بس متنزه، كانت متنزه للملك ملك غرناطة ملوك بني نصر، كانت متنزه لهم. بناها السلطان الثاني يقال له الفقيه، سلطان بني نصر الثاني. طبعا شوفوا غرناطة، تشوفون غرناطة نحن على تل السبيكة مرتفع جدا. طبعا يفصل بين قصور بني نصر قصر الحمراء وبين جنات العريف، طبعا شيء مهول جدا، التصوير ما ياخذ 5%. يفصل بينها وبين قصور بني نصر وادي ضيق جدا، بندخلها ان شاء الله تقريبا موعدنا بعد ساعة. هذه كانت متنزه، هي منفصلة نوعا ما، ولكنها متنزه فقط. هذه اللي تشوفون كلها طبعا هذه يقولون خضراء طول السنة ما يتغير لونها، خصيصا يعني جنات العريف للزخرفات لجنات العريف لمن كانوا على البعد آبائي وأجدادي. الله يقول مطلقة بيئتي غرناطة هل يعيد الروح إنشادي، للقصر للقمة الشماء للوادي لقلعة كانت الأمجاد تسكنها أمجاد قومي وتاريخي وأمجادي. طبعا الوادي ما هو الوادي الضيق اللي يتكلم عنه، يقصد الوادي الكبير، لأن هناك يقول كانت على ضفة الوادي الكبير لهم مجالس من رؤاها يرتوي الصادي، في ظلها يقف التاريخ منبهرا لرائح من مغانيها، وللغادي حين الرميكية الحسناء وأبطرها مشي على المسك والكافور والكعدي. الوادي الكبير اللي كان هناك، طبعا هنا في نهر الشينيل اللي في غرناطة، لكن هناك الوادي اللي صورناها ضفة لما طلعوا بني عباد قصر بني عباد وخلاص أخذوا إلى المغرب، فوقفوا الناس على ضفتي الوادي الكبير يبكون بني، فالناس وهم على ضفتي نهر الوادي الكبير يبكون بني عباد. أبو بكر بن اللباني كان يصف المشهد، يقول تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عبادي، على الجبال التي هدت قواعدها وكانت الأرض منهم ذات أوتاد، عريسة دخلتها النائبات على أساود منهم فيها وأساد، وكعبة كانت الآمال تقصدها فاليوم لا عاكف فيها ولا بادي. الله الخير. يقول حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفدات ومن فادي، سارت سفائنه والنوح يتبعها كأنها إبل يحدو بها الحادي، والناس قد مالوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزباد. يقول الناس على ضفتي النهر يبكون يصيحون حط القناع فلم تستر مخدرة ومزقت أوجه تمزيق أبرادي. المهم مشى في القصيدة اللي نقول فيها كم سال في الماء من دمع وكم حملت تلك القطائع من فلذات أكبادي. الله الخير. المهم يقول الثبيتي اللي يقول وهل تعود إلى الحمراء رونقها وهل يعود أبو الحجاج للندي. أبو الحجاج طبعا من أشهر ملوك بني نصر، فأبو الحجاج هذا كان أشهر ملوك بني نصر على الإطلاق. بالمناسبة عنده ولد اسمه الغني بالله أبو الحجاج هذا، وكان لسان الدين والخطيب ذي الوزارتين شاعر عنده، فتهم بالإلحاد والزندقة وكذا، فخرج من غرناطة وذهب إلى فاس في المغرب، ومن هناك اشتاق لغرناطة، قال قصيدة المشهورة جدا جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى وخصلة المختلسي، لين خنقوه في سجن في فاس وبعدين دفنوه واحرقوا جثته سووا فيه السوايا. المهم طيب دقيقة، الحين ملوك بني نصر من فين جو أصلا؟ من فين جو؟ هؤلاء أبناء عمومتي أنا يا خالد من الأزد، أبناء عمومتي الواقفين من الأزد، من الخزرج، من أحفاد سعد بن عبادة. نعم هؤلاء أبناء عمومتي رعي القصر هذولي، فأنا من حق الناس بالزيارة يعني. ناخذ بكم جولة في جنات العريف. طبعا من هنا من جميع الجنسيات يتساءلون ماذا صنع المسلمون هنا، كلهم حزينين، كل الناس فكل اللغات تسمعها هنا في المنطقة هذه، لغة كورية، اللغة الهندية مرت علي، اللغة البنغالية، وغجة حقت الفرنسية، باراثيث حقت الإسبانية، كل اللغات
من كل الأجناس يسوءهم ما حدث. وهذا الأخ من كوريا الشمالية. يبدو لي الجنوبيين سمحين، الشماليين صعبين شوي. وهذا أيضا من شغل جنات العريف. والله كانوا فالينا صراحة ملوك بني نصر، 250 سنة يستنشقون الهواء النقي. يعني ماتوا ما شاء الله، الرئة عندهم 100%، ما تعاني من أي شيء. طبعا مزدحم جدا، المنطقة دي مزدحمة. طبعا قصر الحمراء وجنات العريف ومرافقة هذه تدخل على إسبانيا. قريت إنه يوميا 1,500,000 يورو، فتساعد في دخل إسبانيا. يعني لو ما اللي سويناه لهم هنا كانوا يعانون الحين معاناة شديدة. خيرنا وحين حيين وحين ميتين، أدامنا الله ظلا للعالم كله. تدرون يمكن ما قطعت 20% من جنات العريف، 20% من مكان اللي يتنزهون فيه، بس ما هو القصر اللي ساكنين فيه. تخيل محمد بن يوسف، لا هذا بعد هذا السسان الفقيه ويتمشى فقيه وفال، يعني ما شاء الله دين ودنيا. الله يرحم عوامه.南下的干部不用说，我们知道，因为他是南下三旗，他是哪的？他胶南啊，什么地方？胶东那边。胶南就是胶州市。胶州。不是，对，就是青岛市原来的胶南县，现在叫黄岛区。哦，那我明白了。أمجادهم غنى بها الورق صداح مع أهل المسحوب وأهل الهجن. أخضر في أخضر، كل شيء هنا لون أخضر. طبعا ترى لون أخضر، الكاميرا عندي أنا تصويري 1.5 متر على قول سعيد الغرابي. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. الآن بندخل بكم إلى قصر الحمراء. بتشوفون في كل جدران القصر شعار بني نصر، ولا غالب إلا الله، ولا غالب إلا الله. طبعا المكان مزدحم بشكل كبير جدا، والله يعيني عليهم. المفروض أنهم يفسحون لي الطريق. أنا أولاد عمي إذا بنوا القصر هذا. المشكلة شيبان هنا الله يجزاهم خير ما بيتحركون ولا بيصلون على السنة. بسم الله. طبعا معلومة أنه سمي القصر قصر الحمراء في عدة روايات، ولكن أقربها للصح أنه الطوب الذي بني منه القصر كان لونه أحمر، فلذلك سموا بني الأحمر. طيب بنمر بكم على بعض المعالم الأسطورية التاريخية لأجدادنا الأوائل رحم الله عظامهم.
كذلك معلومة أنه بالمناسبة ملوك غرناطة كانوا الحصن الأخير للإسلام في الأندلس. ليش؟ لأنه لما سقطت دولة الموحدين في المغرب هناك عام 630 تقريبا، سقطت بعدها قرطبة حول 3 سنين، بعدها ب10 سنين سقطت تقريبا إشبيلية، فلم يتبقى المسلمين إلا غرناطة. غرناطة جلست 250 سنة حافظت على حكم المسلمين. كان معها بعض اللي زي مالاقا ورندا والمدن اللي حولها، ولكن غرناطة. والآن نحن في بهو الأسود الشهير جدا. عشان تعرفون عظمة المسلمين زمان، هذه الأسود عبارة عن ساعة. الطناخة اللي وصلوا لها ما حطوا ساعة شرطة كذا، حطوا أسد. في الساعة واحدة يخرج الماء من فم أسد واحد، فهذا ساعة واحدة. الساعة 3 أسود يخرج من ثمامتها الماء في الساعة 3. مثلا الساعة 12 كل الأسود يخرج من فمها الماء، هذا الدليل. الساعة 12. شوف العقلية. جاوا الأسبان والمهندسين على مستوى العالم شكلوا لجنة هائلة، قالوا نبغى نشوف الطريقة. جو هنا خربوها. شوفوا كيف صار الماء يخرج من عند ثمها كلها مساكين، والله انها تمض الحصى ترحم. وش ذنبه مسكين يقعد الماء من ثمه 60 سنة قدام ما يوقف الماء. خربوها طبعا ولا عرفوا الى الان كيف الطريقة. شو مصنوع من الرخام ابيض كذا، شيء مهول. هذا ردة فعال المسلمين هنا طبعا. ومكتوب هنا ابيات شعر، تشوفون هنا ابيات شعر. انا طبعا قلت للشخص هذا المقفي، والله قفا احلى من وجهه على كل حال. قلت اقول لك انا ابغى اروح اشوف هنا، قال لا ما تروح، ونفخ علي بغى يطردني، الله يكفينا شره. المهم مكتوب ابيات لابن زمرك، كل القصر ابيات ابن زمرك وابن الجياب ولسان الدين ابن الخطيب، شعراء بني نصر. والله كان ابن حمدي يصف المشهد لما يقول وضراغم سكنت عرين رئاسة. صدق ويموت. وضراغم سكنت عرين رئاسة تركت خرير الماء فيه زئير. يقول هذا الخرير زئير، هذا زئير الماء وليس خرير الماء. فكأنما غش النضار جسومها وأذاب في أفواهها البلورة. شوف البناء والدقة والعظمة، شيء مهول. لا إله إلا الله. وهذا قاعة الأختين. هذه قاعة الأختين، القاعة العظيمة. شوف السقف ارتفاع واسع جدا كبير. سمي الأختين. هنا تشوف الرخامة وهذه يقولون أنها يعني بنفس الدقة ونفس الحجم، يفصل بينها النافورة الصغيرة ذي، فسميت قاعة الأختين. شوفوا الطيق، شوفوا الطيق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوفوا وش مكتوب وش منقوش هنا. هذا لابن زمرك، شاعر كان في بلاط بني نصر، يصف طبعا قاعة الأختين. به القبة الغراء قل نظيرها. والله إنه صادق، ما هو قل إلا ماشي. جرب، ترى فيه هنا الدقة ما يمكن ما تلاحظونها أنتم زي ما لاحظنا. قل نظيرها، ما فيه طبعا الحين ما فيه، قبل قل الحين ما عاد فيه. به القبة الغراء قل نظيرها ترى الحسن فيها مستكنا وبادية. يقول أنت شين دريت به وشين ما دريت به بالمناسبة. طبعا شوف بس قال ما أعطوا، راحوا كملوا هنا، سووا دائرة ثانية وراحوا كملوا. يقول تمد لها الجوزاء كف مصافح ويدنو لها بدر السماء مناجيا. ويدنو لها بدر السماء مناجيا، يسلم عليه. طبعا فيها هنا يضيء في الليل أعتقد. كان زمان الحين طفوا أنواره وخربوا كل شيء. لا إله إلا الله. تشوفون الدقة، تشوفون الدقة هنا، تشوف الليل، شيء مهول. كلها ولا غالب إلا الله ولا غالب إلا الله. وتهوي النجوم الزهر لو ثبتت بها
ولم تك في أفق السماء جواريا. طيب شوف يتنقلون بالأبيات اللي نقول: بها البهو قد حاز البهاء، بها البهو قد حاز البهاء، وقد غدا به القصر آفاق السماء مباهية، آفاق السماء مباهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا دخلت من قاعة الأختين تدخل إلى مكان هنا يقولوا لها الأسبان الاندراخة، هو عين دار عائشة. عائشة هذه يقال لحدها ملك غرناطة، فكان شوف اختلف الزمن أصلا. هذه كانت نوافذ لها، هذه هي نوافذ. شوف طبعا خربوا، يبغون يخربون، يبغون يخربون. شوف الجمال، شوفوا السقف، لا إله إلا الله. المهم طبعا جت هنا هي وقالت الله يبيني بس شر من 1 minute يا شيخ. فقالت للشاعر ادحني وتعال انت انحت عشان وانا ابدي من النافذه اشوف قصيده. طبعا معليش الكاميرا شوي يعني. يقول: كل صنع اهدى الي جماله وحباني بهاؤه وكماله، من رآني يظنني كلداتي يخطب الإبريق تبغي أن تناله. والله تصوير إني خص من تصوير مشعل جاسر في ناقة يجيب إصداع. فإذا مبصري تأمل حسني، فإذا مبصري تأمل حسني أكذب الحسن بالعيان خيال، ورأى البدر من شقوق ضيائي حل طوع السعود مني يهاله. لا غالب إلا الله، النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي عبد الله. لا غالب إلا الله، عز لمولانا أبي عبد الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. والله أظن أصابعي قاعد تغطي على كل شيء. والآن ندلف إلى قاعة السفراء. بهو السفراء من أعظم ما بنوا بني نصر، سقفها عجيب غريب. لا إله إلا الله، كأنك طالع في السماء. ولا غالب إلا الله، ولا غالب إلا الله. أنا ودي أوريكم في كتابة موجودة هنا، السفراء يستقبل فيها السفراء والرجال واللي النقاشات والكلام اللي يأكل الكلام. هنا كل هالكلام اللي يأكل الكلام يحصل في هذه المنطقة. شوف مثلا هنا، شوف يعني أنت بتجي كسفير بتدخل عليه تمام، قبل ما تدخل شوف: قليل الكلام تخرج بسلام، لا تكثر كلام. قل كلمتين ورد غطاها ولا ايش؟ ايه شوف: من حسن كلامه وجب إكرامه. لا، أول شيء من حسن كلامه وجب إكرامه، بعدين إذا أنت ما عيت لا تسمع الكلام، قليل الكلام تخرج بسلام. كذا بس. كيف لي أبو الحجاج وجالسين هنا. والله يصدق إن هنا مضاء ولا هم مضاء، أنا ما أدري كيف سووا فيه، شيء عجيب صراحة. قصر لو أنك قد كحلت بنوره أعمى لعاد من الضياء بصيرا، أعيت مصانعه على الفرس الأولى رفعوا البناء وأحكموا التدبير،
ومضت على الروم الدهور وما بنوا لملوكهم شبها له ونظيرا. أذكرتنا الفردوس حين أريتنا غرفا رفعت بناءها وقصورا، فالمحسنون تزيدوا أعمالهم ورجوا بذلك جنة وحريرا، والمذنبون هدوا الصراط وكفرت حسناتهم لذنوبهم تكفيرا. أبصرته فرأيت أبدع منظر ثم انثنيت بناظري محسورا، وظننت أني حالم في جنة لما رأيت الملك فيه كبيرا. Vamos ver a água lá embaixo. Olha, aqueles senhores lá embaixo. Aqueles pessoas lá embaixo. Vamos lá embaixo ver a aguinha. Nós apanhamos dias. بالله إن زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي. كانوا الملوك على الزمان وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم، وإذا سألت فلم تجبك طلولهم فاشرق بدمعك أو فغص بعلقم. يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي. لم تنسني الأيام صوتك عندما ناديتني، فصمت لم أتكلم، وقعدت عن أرض تباد وعن ربا سعدت قرونا في ظلال المسلمين.